التعليم الفني نهضة قادمة لمصر، صناعيا، زراعيا، تجاريا، وفندقا. كيف يكون هناك تنمية مستدامة؟ مشكلة عدم وجود عمالة مدربة فنية على مستوى عالي يسمح باستخدامها في السوق المحلي وتنافس العمالة الأجنبية اللي موجودة حاليا. يمكن ده موضوع كبير جدا، لو حلناه بالفعل هتقوم نهضة على مستوى مصر كله. وزارة التعليم الفني قامت بتطوير المناهج وتحديثها علشان توفر كوادر شابة قادرة على العطاء، قادرة على المنافسة، قادرة على مواجهة سوق العمل واحتياجاته. ويمكن إدارة التعليم الفني بالإسكندرية أقامت معرضها الثالث، معرض للطلاب بتقدم فيه منتجاتها وبتشرح فيه كيفية التسويق لهذه المنتجات. كان لنا هذا اللقاء مع الزميل علاء شرف. المهندس علاء حلمي، موجه عام الاقسام المعدنيه بالتعليم الفني بالاسكندريه. اهلا بيك. اهلا بيكم تلفزيون اسكندريه، ومرحبا بكم في كل حته اسكندريه. وصراحه قناه اسكندريه ديت النهارده بقت قناه عالميه بالنسبه لجميع السكان اسكندريه، فرحانين بيها. انا شخصيا يعني بتابعها في اليوم مش اقل من 4-5 ساعات في اليوم يوميا بامانه يعني. شكرا يا فندم. كلمنا بقى كيفيه تنميه مهارات الطلاب التابعين للتعليم الفني. هو اولا احنا مدارس فنيه نظام 3 سنوات ونظام 5 سنين، وعندنا مدرسه مهنيه، وعندنا مدرسه فندقيه، وعندنا مدرسه تجاريه، وعندنا 19 مدرسه صناعيه. فعندنا 54 تخصص على مستوى اسكندريه كلها في جميع التخصصات. فاحنا بنتكلم على مجال المعادن او التخصصات المعدنيه، اللي هي بيعملوا الحاجات الحديد، الشبابيك والبيبان والحديديه، وبيعملوا المكاتب والدواليب بالرصاص المعدني، وبيعملوا الاباليك والانتيكات والنجف والحاجات كلها تبع تشكيل المعادن. لو اتكلمنا بقى عن دور التعليم الفني بالاسكندريه في المرحله القادمه، وخاصه ان الدوله بتولي اهتمام وبالفعل قد تم تعيين وزير للتعليم الفني. احنا طبعا اولا بنشكر سياده الرئيس ان هو عين لنا وزير خاص بنا، لان احنا فعلا محتاجين فعلا تخصصات لوحدينا، لان مشاكل التعليم الفني كبيره جدا ما يتحملهاش وزير التربيه والتعليم مع تعليم فني. فكان لابد ان هو يكون واحد متخصص للتعليم الفني، والحمد لله ربنا حمانا بهذا الوزير، وبدا ان شاء الله في فتره كويسه جدا على مستوى اسكندريه ومستوى المحافظات وجميع انواع الصناعات المتخصصه. وكنا عملنا معرض السنه دي في نادي المعلمين، المعرض الثالث، وكان قابل نجاح جدا، بس لظروف الوزير ان هو ما حضرش الافتتاح، وطبعا المعلمين كلهم في اسكندريه زعلانين من هذا الموضوع. ايه اللي قدمتوه خلال المعرض؟ قدمنا المعارض جميع التخصصات، قدمت منتجات خشبيه ومنتجات معدنيه ومنتجات نسجيه، وقدموا حاجات مطبوعات وطباعه خشبيه وطباعه على المنسوجات، واقسام النسجيه واقسام التريكو واقسام الجلود واقسام الزخرفه. فكانت صراحه مبهره لجميع الموجودين في المعرض. وطبعا كان في المعرض برضو اقسام زراعه، مدرسه زراعه، مدرسه برج العرب الزراعيه، ومدرسه راس السوداء الزراعيه، وكان في مدرسه الفندقيه عامله جاتوهات وعامله تورتات وحاجات على المستوى، والزوار كلهم اشتروا بيها وعجبتهم، لانها حاجات كلها معموله بايدي الطلبه واداه مهاريه. وانا بنتهز هذه الفرصه وبهنئ عمال مصر بهذه المناسبه، وهو عيد العمال اللي احنا طبعا كلنا لازم نحتفلوا بيه، ولازم يكون في هذا الاحتفال افتتاح اي حاجه تكون خاصه بالتعليم الفني، عشان نهنئ جميع المعلمين بالتعليم الفني بمناسبه اول يوم من شهر مايو وهو عيد العمال، احتفالا به وتمهيدا له. فانا هقول مقوله للشاعر احمد شوقي: ايها العمال افنوا العمر كدا واكتسابا، واعمروا الارض فلولا سعيكم لصارت خرابا. محمود سالم، مدير اداره محمد علي الزخرفيه. اهلا بيك. اهلا وسهلا، اهلا بيكم في تلفزيون اسكندريه، ومنورين دايما في كل مكان. كيفيه تشجيع الطلاب للاقبال على التعليم الفني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو النهارده بتحتفل مصر باحتفاليه عيد العمال، متواجبه مع احتفال العالم كله بالذكرى ديت. التعليم الفني طبعا عصب وقاطره التنميه في مصر وفي كل دول العالم، وخاصه الدول الناميه منها. التعليم الفني طبعا واهميته تمثل في القياده السياسيه لجمهوريه مصر العربيه، متمثله في رئاسه الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء بالاهتمام التام بالتعليم الفني. التعليم الفني بالفعل ان شاء الله امل مصر في الفتره اللي جايه. انا كمدير مدرسه صناعيه بتخرج مئات الطلاب كل سنه.
بتمد المجتمع السكندري بكل ما يحتاجه من جميع الحرف والصناعات. فواضح ان طبعا ان شاء الله تعالى الدولة بتلعب على فكرة الاهتمام وتدعيم التعليم الفني. بالاضافه بقى الجديد في الموضوع ان احنا بنوصل توعيه لاولياء الامور وللطلاب باهميه التعليم الفني والالتحاق بالتعليم الفنني، ان هو مش اقل ابدا من التعليم العام، ان الطالب هيحصل منه على مزايا، هياخد منه مؤهل عالي بعد كده وهيشتغل، وفرصه دلوقتي ان الولد بيبقى داخل التعليم الفني وهو ضامن وظيفه بمجرد تخرجه ان شاء الله. الاستاذ محمد عبد الله رئيس قسم الجرارات بالتعليم الفني بالاسكندريه، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. كلمنا بقى عن قسم الجرارات بالنسبه للتعليم الفني وكيفيه تشجيع الطلاب على الاقبال هذا القسم. والله هو حضرتك بالنسبه للتعليم الجرارات بتعني الزراعه، والزراعه بتعني ان احنا بننهض بناكل نفسنا، وطالما اكلنا نفسنا يبقى حكمنا خلاص محدش هيتحكم فينا. واحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بقينا دلوقتي وزاره جديده، بقينا وزاره لوحدنا استقلنا. الاستقلاليه دي هتؤدي في التعليم الفني لطفره، الطفره هتيجي بناء على ايه؟ ان احنا كان الاول الحمل بيبقى اللود كله على وزاره التربيه والتعليم كلها، واحنا لوحدينا قصه تانية، موضوع تاني. ان انا عايز ابتدي احسس الطالب ان التعليم الفني ان هو لما يحب مهنه ويشتغل فيها ويدي فيها هيبتدي ينهض، لان ايدينا هي شغلنا، وشغلي هو اللي هيوصلني للعالميه. بالنسبه للتخصص بتاعنا ان انا اجي في الحته بتاعه ان انا ازاي اعمل الصيانه، ازاي اشغل الميكنه، ازاي ابتدي اتعامل معاها. الطالب لما بتقف معاه والله اللي عندنا الشباب زي الفل، الطالب لما بتديله معلومه ما بيقولش لا، يعني حجر بتنقش عليه، بتبتدي تديله اللي انت عايزه، بتشكله زي ما انت عايز. بس المناهجنا الحمد لله يعني في الوزاره الجديده حاطين سياسه جديده ان هو هيبتدي يأبجد العمليه التعليميه من اول وجديد، ويشوف المناهج وبيبتدي بيشوف هيتواصل ازاي مع العالم، وبناء عليه في الفتره اللي جايه التعليم الفني هيبقى بشكل جديد خالص. وبعدين احنا عندنا الحمد لله السنه دي ثالث سنه يبقى في المعرض السنوي الفني السنه الثالثه على التوالي، ومصر عملت السنه دي في القاهره عملوا معرض كان اول سنه ليهم، واحنا لينا السبق في الموضوع ده. بتبتدي تعرف الناس مش متخيله ان احنا عندنا في مكن بيصنع، عندنا في شباب بتشتغل بتعمل نجاره، عندنا في شباب بتقدر تعمل صيانات، عندنا في ناس اشتغلت في الترسانه، عندنا في ناس اشتغلت على مراكب، بيطلع من عندنا طلبه متميزين. التعليم الفني نهضة قادمة لمصر،